سؤال من حد تاني بيقول انا بجهز في شهر ونص بس المعادلة. يعني مش عايز اقول لك هو صعب ولا لا، بس يعني كل مجتهد نصيب. لو عملت اللي عليك وربنا كاتب لك ان انت تكون موجود في هندسة، شهر ونص دول هيكونوا مش عائق ليك خالص. ولكن مذاكرة منهج تالتة ثانوي بالتجهيز للمعادلة في شهر ونص صعب شوية. اما لو انت كنت مذاكر منهج تالتة ثانوي اوريدي وبتجهز بس المعادلة، امتحانات معادلة وطريقة الامتحان في المعادلة وتتدرب عليه في شهر ونص، فكويس جدا. يعني انا اعرف ناس كانوا مذاكرين المعادلة في 3 شهور بس، المنهج كامل بالامتحانات بالحاجات دي كلها في 3 شهور. ويعني من الناس القريبين ليا جدا ونجحوا دخلوا معايا هندسة المطرية وعادي. يعني الموضوع مش استحالي، ولو ربنا كاتب لك فمفيش حاجة هتعيقك خالص. اجتهد بس واعمل اللي عليك. في الاول في الاخر ربنا يوفقك. حاول قدر الامكان ان انت تعرف المعادلة تكون بتقدم عليها من بدري قدر الامكان. يعني لو تقدر في تانية ثانوي تروح، لو تقدر في اولى ثانوي حتى تروح. دايما بنقول للناس لو عايز تزود فرصك حاول ان انت من بدايه تانية ثانوي ان انت تقدم في المعادله او تبدا تذاكرها، لان ده بيزود من فرصك كتير جدا. عكس الناس اللي بتبقى داخله ثالثه ثانوي بتبدا تقدم بيكون معاهم فتره اقل. طبعا كل ما تحتك بالمنهج اكتر وتسمعوا الشرح اكتر من مره، ده كله بيزود من فرص نجاحك كتير جدا وبيثبت المعلومات عندك يعني عامه. وفي الاول في الاخر يعني شهر ونص او اكتر ربنا يوفقك.